6 أشياء تحصل لنا في شهر رمضان، بس بشرط يكون صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا. اللي يبغى أن تغفر ذنوبه وتعتق رقبته ويكتب في صحائف المغفورين يطبق هال6 أشياء وسيرى فضل الله جل في علاه. من الأشياء التي أعطانا الله إياها إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: أول شيء تغفر الذنوب. طيب كيف تغفر ذنوبي في رمضان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث كلها في الصحيحين. قال: من صام رمضان إيش؟ كلنا نحفظ الحديث: إيمانا واحتسابا. إيمانا بالله، إيمانا بفرضية الصيام، إيمانا بركنية شهر رمضان، واحتسابا، احتساب الأجر وتحمل المشقة من تعب وصوم وعطش وجوع وترك الشهوة التي بالحلال لأجل الله. من صامه إيمان واحتساب النتيجة إيش؟ كملوا وش الحديث؟ غفر له إيش؟ ما تقدم من ذنبه. يعني صحيفتك تكون بيضاء، تمحى كل ذنوبك. تونا جالسين نقول كم ذنب ارتكبناه فقط في سنة واحدة، وهنا تمسح الذنوب 30 يوم أو 29 شهرا كاملا تصومه إيمان واحتساب. أكيد خذها قاعدة من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مضمونة: يغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. طيب يا رب والله ما أقدر، أنا في يوم فرطت، في يوم نمت ذاك اليوم عن صلاة الظهر، ومرة والله أني ناظرت شيء مو بزين، ولا قدرت أصوم نهاري صيام إيمان واحتساب. يقول لك رب العالمين باب آخر لغفران الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان. كم ساعة تصلون مع الإمام؟ كم صلاة التراويح؟ كم؟ أطول إمام في الرياض يصلي 1.5 ساعة، وبعض المساجد يخلص في نصف ساعة، وأقل وأكثر. لاحظ يقول لك الرسول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وش النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة ساعة كل ليلة تكتب من القائمين. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام ليلة. واللي يصلي رمضان كله تعتق رقبته من النار. طيب يا رب أنا ما أقدر، اليوم مشغول، وأمس في المستشفى، وقبل البارح عندي ناس في البيت، وانشغلت، والمرأة تقول كنت متعبة، اشتغلت في المطبخ فترة طويلة. نقول وقفوا، خفف الله الأمر حتى تغفر لك الذنوب. قال: ومن قام ليلة واحدة، ومن قام